حبايبي، قبل ما نبدأ المسلسل تعالوا نصلي على النبي عليه الصلاة والسلام، وما تنسوش اللايك والشير والاشتراك في القناة. جيت وجبت لكم ملخص المسلسل التركي الجديد الغزال، ومسلسلنا بيتكلم عن البطلة جيلان اللي بيكون عندها ابن اسمه يوسف، واللي بتسعى طول الوقت عشان توفر له حياة سعيدة ومستقلة، وبتواجه صعوبات كتيرة جدا. طب لو عاوزين تعرفوا انا بقصد اقول ايه، تعالوا بينا نشوف الملخص مع بعض، بس يا ريت تكملوا للآخر. ويلا بينا. يبدأ مسلسلنا بجيلان وهي بتحكي حدوتة لابنها يوسف، وبتتخيل انهم راحوا الغابة البعيدة اللي بيكون مفيش اي حد بيعيش فيها، وبيقرروا انهم يعيشوا فيها علشان يبعدوا عن كل الناس ويبقوا مبسوطين سوا. وقالت لابنها انه يختار البيت اللي نفسه فيه، وهو بيختار وهي بتديله المفتاح وبتقول له روح افتح الباب بنفسك. وبيفتحوا الباب وبيبدأوا حياة سعيدة. وتوتة توتة بتخلص الحدوتة، وفجأة باب الأوضة بيتفتح عليهم وبيدخل جوزها نجمي اللي بيفضل يزعق لها وبيقول لها تعالي نتكلم في أوضتنا. وبتقول له بس أنا بنيم الولد. وبيقول لها بقول لك تعالي نتكلم في أوضتنا يا اختي، روحي له بالذوق. وجيلان بتقول لابنها طب يا يوسف نام انت بقى يا حبيبي وانا هجيلك تاني. وبتقوم علشان تروح لجوزها، وبتكون خايفة جدا وبرضه متضايقة في نفس الوقت. ونجمي بيقول لها انه هياخدها بكره البنك علشان تسحب قرض. فقالت له طب وهسحب قرض ازاي بمرتبي ده؟ انت عارف ان مرتبي ضعيف جدا وانه بيخلص كله على البيت. وهو بيقول لها انا ماليش دعوه بالكلام ده، وبيتعصب عليها وبيزقها وبيخنقها. وبيجي باباه وبيزعق له وبيبعدوا عنها، وبيقول له اخص على ابن زيك. وبيخرج يوسف على الصوت وبيقول لباباه ما تضربش ماما. فالنجم بيتعصب اكتر وبيفضل يكسر في الحاجه، شكلك مريض نفسي يا عم. وجيلان بتقفل عليهم الاوضه عشان يوسف ما يشوفش حاجه، والنجم بيفضل يضرب فيها. والجد بيقول ليوسف روح نادي لخالك سليم بسرعه. وبيجري يوسف على بيت جدته شكران وبيفضل ينادي عليهم، وجدته وخاله وخالته بيطلعوا وبيسالوه في ايه. ويوسف بيقول لهم بابا بيضرب ماما تاني. وسليم خاله بيتعصب جدا وبيروح له، لكن مامته ما بتكونش عاوزاه يروح يتدخل بينهم، بس هو بيتجاهلها تماما. فشكران بتجري وراه عشان تلحقه، وبيدخل سليم الأوضة وبيضرب نجمي أحسن. وشكران بتقول لجيلان عملتي ايه تاني عشان تجني جوزك كده؟ والجد بيقول لها لم لسانك يا شكران، ما تخلينيش اتعصب عليك انتي. وبياخد يوسف لأوضته، وهنا نجمي بيقعد سليم وشكران وبيشاهدهم على جيلان اللي بتعمله، وبيقول لهم دي حتى مش لابسه خاتم جوازنا. فمامتها بتقوم تلبسه لها بالغصب، وهي بتقول لها صوابعي بتوجعني قوي. وبترجع في الاشباك، ونجمي بيتهاجم عليها وهي لسه طالبة في المدرسة. وبعدها قال لها ما تعرفيش حد، لكن هي راحت لمامتها وكانت حالتها صعبة جدا. وبنفهم ان نجمي اغتصبها وهي لسه طالبة واجبرها انها تتجوزه، وخلفت يوسف واضطرت انها تعيش معاه. وبترجع للحاضر تاني، وبتكون مامتها لبستها الخاتم بالعافية، وبتقول لها ان الست المتجوزة ما بتقلعش خاتمها الا وهي نازلة القبر بتاعها. ونجمي بيفضل يقنع سليم ان هو يخلي اخته تاخد القرض، وبيقول له هنعمل الشركة ونبقى اغنياء. وهنا أصغور بيعمل سباق عربيات مع أصحابه، وفي نص السباق فرحات بيطلع في وشه وبيقف قدام العربية، وغوث بيقول له كنت حتى سيبني أكسب. قال له انت مش هتبطل تفاهة بقى، اركب يلا ونتكلم لما نروح. وبيمشوا، وبنرجع لجيلان وهي بتلم اللي نجمي كسره في الأوضة. والجد حماها بيجي لها وبيقول لها اوعي توافقي نجمي وتعملي الكارد. وبتقول له هو اصلا ما جاش من امبارح، ان شاء الله يكون مات وانا وانت ويوسف نعيش زي الورد. وبيقول لها يا رب. وبتقول له روح اعمل لنا كوبايتين شاي في ايدك بقى. وبيقول لها عناية يا حبيبتي. وبيمشي. ده ايه جد العسل ده. وهنا فخرية بتظبط نفسها، ونجمي بيروح لها بيقول لها وحشتيني والله. فبتقول له ادخل، ولما بيدخل بيشوف البيت، وبيقول لها بس اختيارك للبيت يجنن. قالت له لو كنت اتحكمت في نفسك ما كانش بيتنا القديم اتهد، ولا كان ابننا كبر من غير اب. فبيقول لها طب ليه النكد ده بقى، غلطة وعدت على خير. وقالت له لا ما عدتش، ولو ما جبتليش الفلوس اللي عاوزاها مش هيحصل لك كويس ابدا ومش هتشوف وشي تاني. فبيقول لها ما تقلقيش هجيبهم وهنفتح الدكان وهنأسس عيلة من تاني. فبتقول له ماشي هصدقك، بس دي فرصتك الأخيرة. وبتقول له يلا امشي بقى عشان جيفيل ما يجيش ويشوفك هنا. فبيقول لها طب ما يشوفني عادي يعني، ما انا باباه. وفعلا جيفيل بيجي في اللحظة دي على البيت، ولما بيشوفه بيكون متضايق جدا وبيقول له اهلا يا بابا بس من ورا قلبه. ونجمي بياخده في حضنه وبيقول له وحشتني والله. وجيفيل بيقول له انت ما اتغيرتش خالص. وفخرية بتضحك
وبتقول الواد ما شافكش بقاله 7 سنين فلسه تحت تأثير الصدمة. ونجمي بيقول لها طب اعملي لنا الشاي عشان نشربه سوا احنا التلاتة. وفخرية دي بتكون طليقة نجمي اللي طلقها من 7 سنين بعد ما اتجوز جيلان، ودلوقتي بيرجع العلاقات تاني. وعند جيلان بتحاول تداري اثار الضرب اللي على وشها، وبيشوفها يوسف وبيقول لها بتوجعك؟ وبتقول له لا خالص مفيش اي وجع. وهو بيقوم يجيب لها الكريم وبيقول لها حطيه، وهي بتحط الكريم وهي بتعيط. وبتقول ليوسف انه يروح يغسل وشه، وهي بتروح تخبي شوية فلوس من اللي معاها في البسبور اللي بتكون حاطاه في مكان سري في الأوضة. وفرحات بيكون في الشركة وأزغور بيرن عليه وبيقول له ينفع اللي بتعمله فيا ده؟ وبيقول له ده عقابك. وبيكون أزغور واقف في عربيات التبرع وهو اللي بيعمل الأكل اللي بيتبرعوا بيه للفقراء، وبيقول لفرحات انه كده كفايه قوي وانه عاوز يروح بقى، لكن هو بيقول له مفيش مروح الا لما تخلص شغلك كله، وبيقفل السكه معاه. وهنا جيلان ويوسف بيعدوا من عند العربيات ويوسف بيقول الله بيوزعوا بسكوت، وجيلان بتقول له يا ابني انا مش قايله لك ما تاخدش حاجه من حد صح؟ قال لها صح. وبيمشوا وبيروح فرحات عند أزغور وبيقول له ها جربت الشغل؟ في عائلات هنا حياتهم بتيجي بالفلوس اللي انت بتصرفها في ليلة. وأزغور بيقول له مش هتعرف بابا موضوع السباق صح؟ وبيقول له لا مش هعرفه المرة دي، ومش هقوله انك سرقت عربية اختك من غير رخصة. يلا اي خدعة، بس بياخد منه المفتاح وبيخليه يركب الباص. وفي القصر بتكون السيدة مجمعة كل الموظفين وبترتب لبس الصيف لجوزها، وبيجي بكري وبيقول لها يا بختي بيكي والله متجوز ست جميلة ومهتمة بيا. فبتقول له وحب عمرك كمان، وبيقول لها بالظبط كده. وبتقول له مش ناقص اي حاجة بس غير انك تفرد وشك. فبيقول لها ما انت عارفة اللي فيها بقى، وقالت له ما تقلقش كله هيعدي. وهنا فرحات بيوصل القصر بالعربيات وصغور بيوصل على رجليه، وفرحات بيتريق عليه وبيقول له ادخل من الباب اللي ورا بقى عشان بابا ما يشوفكش. وبيجي بكري وبيقول لفرحات انت جاهز؟ لا تفصيل. وبيقول له جاهز يلا بينا. وبيركبوا العربيات وبيمشوا. وعند جيلان نجم بيكون خدها البنك وبيقول لها تفرد وشها شوية. وهنا فرحات وبكري بيروحوا المخازن بتاعتهم، وفرحات بيقول للرجالة ان في حد منهم خاين وبيهرب حاجات غير قانونية مع البضاعة بتاعتهم. وبكري بيقول ان في حد هيموت النهاردة لما يعرفوا مين الخاين، وبياخدوه في قفص وبيحبسوه جوه الشاحنة. وبيطلعوا بكري بيقول ان الشاحنة دي هتفضل متعلقة فوق لحد ما جثة الخاين ده تتعفن في مكانها. وبيمشوا وبكري بيكون مع فرحات في العربية وبيشكره عشان هو اللي اكتشف الخيانة. وفرحات بيقول له هنطلع على الشركة ولا ايه؟ فبيقول له لا هنطلع على النادي في مفاجأة مستنيانا هناك. وهنا نجمي وجيلان بيكونوا في البنك، والموظفة ما بتوافقش انها تديهم الكارد عشان خاطر المرتب بتاع جيلان قليل جدا. ونجمي بيتضايق قوي وبياخد جيلان وبيقول لها هنروح بنك تاني. وبتقول له طالما في واحد ما اداناش يبقى ما حدش هيدينا. فبيقول لها مالكيش دعوه انت يا ست الفيلسوفه، وبترن عليه وهو بيقول لها ايوه يا اخي. وبتقول له اخي بقيت اخي كل ده عشان مراتك جنبك؟ فبيقول لها بصوت واطي عندي زوجه واحده بس وهي انت، وانت عارفه كده كويس. وهي بتقول له مش وقتك خالص، عرفت تتصرف في الفلوس؟ فبيقول لها بحلها اهو. قالت له هنشوف، وبتقفل السكه في وشه. ونجمي بيقول لجيلان انها تستلف الفلوس من الست ديلار اللي هي بتشتغل عندها، وبتقول له لا طبعا انا مش هعمل كده، كفايه اللي الست بتعمله معانا. وبيقول لها اتصرفي، وبيطلب منها الفلوس اللي بتديها له كل يوم، وبياخد منها الفلوس وما بيكونش عاجبه كمان يا بارد، وبيسيبها ويمشي. وهي بتكون مقهوره على نفسها. وهنا فرحات وبكري بيوصلوا النادي، وبتكون ديلار موجوده هناك وبتغني اغنيه مخصوص علشان خاطر بكري. وفرحات بيقول له لا انا ما كنتش اعرف الحوار ده بقى، في اجتماع مناقصه كمان ساعتين. وبكري بيقول له حلو انت، وبيقعد هو يسمع الأغنية. وهنا جيلان بتروح بالديلار وبتدخل للست الكبيرة جولسيما، وبتكون مامة ديلار المريضة بالسكر، وهي اللي جيلان بتهتم بيها. وبتكون جيلان اتعلمت الإسعاف وبتديها الأنسولين، وجولسيما بتكون متضايقة جدا عشان ما بتحبش بكري اللي بنتها لازقة فيه ده. وجيلان بتقول لها إن ديلار عاقلة وأكيد هتختار صح. وفي اللحظة دي ديلار بتوصل على البيت وبكري بيكون معاها، وبتدخل تسلم على مامتها وبتقول لجيلان إنها تيجي تحضر لها القهوة. ولما بتطلع جيلان ديلار بتحكي لها إنها غنت الأغنية اللي كانت مجهزاها لبكري، وبتقول لها حضري القهوة وهحط الهدية جنبها. وبعدين بتفتكر إنها نسيت الهدية وبتقول يا نهار أبيض، وبتشد جيلان في المطبخ وبتطلب منها تروح تجيبها من النادي.
فجيلان بتقول لها بس فريدي ما رضيوش يدخلوني النادي. فقالت لها لا، قولي لهم انك صاحبتي. فقالت لها ازاي يعني هيصدقوني بلبسي ده؟ وديلر بتاخدها وبتلبسها لبس من عندها، وجيلان بتمشي وبتوصل جيلان على النادي، وفرحات بيكون واقف بره وبياكل فطاير، ولما بيشوفها بيتسحر من جمالها وبيسألها انت رايحه فين؟ فبتقول له انها صاحبه نجمه المكان ده، وان النجمه نسيت حاجه جوه، وبتقول له انت اكيد الحارس. فبيقول لها شاطره، عرفتي منين بقى؟ وبتقول له ما هو باين عليه، وبتقول له يوصف لها المكان، وهو بيوصف لها المكان لكن هي ما بتفهمش قوي، وبيروح وراها وهي بتدخل اوضه ديلر وبتقفل الباب في وشه وبتاخد الهديه وبتخرج، لكن ما بتلاقيهوش. فبتمشي هي، ولما بتخرج من النادي بتلاقيه مستنيها بالتاكسي ده، وبيقول لها اهلا سيده جيلان صاحبه نجمتنا ديلر، بتمنى انك تكوني لقيتي اللي جايه علشانه. وهي بتقول له انت عرفتي اسمي ازاي؟ وبيقول لها عيب عليكي، الحراس بيكونوا عارفين كل حاجه. وبتركب التاكسي وبتمشي، والشال بتاعها بيقع منها وهو بياخده. وهنا جنكيز خان بيوصل هو ونامك عند النادي، وفرحات بيدخلهم وبيبداوا الاجتماع السريع جدا ده، وفرحات بيعرفهم انه مش هيعمل المناقصه لوحده غير لو دخلوا معاه. فنامك بيقول له ان ده ما كانش اتفاقهم من الاول، وبيقول له لا هيبقى اتفقنا، والا بكري هيزعل قوي وانت عارف زعله. ونامك بيقول له انت عاوز تدخلنا شركه في مناقصه كبيره زي دي بالابتزاز؟ وبيقول له لا بالرضا، وبيمديله ايده يسلم عليه، ونامك بيسلم عليه، بس جنكيز بيرفض وبيقول ان هو هيعمل المناقصه لوحده. وفرحات بيقول له اللي انت شايفه، وجنكيز بياخد بعضه وبيمشي. ونامك بيقول لفرحات هعرفك بالجديد، وبيمشي هو كمان. وواحد من رجاله فرحات بيقول له حصل كل اللي توقعناه، وبيدي لفرحات ظرف وبيقول له نقطه ضعف جنكيز في الظرف ده. وفرحات بياخد الظرف وبيمشي، وعند جيلان بتوصل بيت ديلار وبتديها الهديه. فديلار بتشكرها وبتفرح جدا وبتدخل تدي الهديه لبكري، وهو بيفرح بيها قوي وبيقول لها انت ما فيش زيك ابدا. وديلار بتقول له ده عشان تفتكرني بيها في الاوقات اللي انا مش جنبك فيها. وبيقول لها بس صعب شويه. وبتقول له ليه يعني؟ وبيقول لها عشان خاطر تفتكري حد لازم تنسيه الاول، وانا عمري ما انساكي ابدا. يا سلام، شجره واتنين ليمون يا جماعه هنا. والباب بيخبط، وجيلان بتروح تفتحه وبتلاقي فرحات، وبتقول له انت بتعمل ايه هنا؟ انت لحقتني؟ وبيقول لها اه لحقت فريستي. وبتقول له فريستك ازاي يعني؟ وبيقول لها مش انت غزال؟ وبتيجي ديلر وبترحب بيه وبتقول له اهلا يا مدير. وجيلان بتسحب نفسها وبتدخل لجولسيما، وفرحات بيدخل لبكري وبيديله الظرف اللي فيه نقطه ضعف جنكيز، وبيقول لبكري انت عارف اني مش حابب الموضوع ده. وبيقول له عارف، بس في شغلتنا دي ساعات بنضطر نعمل حاجات ما بنحبش نعملها. وجيلان بتكون عند جولسيما، وجيلار بتقول لها انت ازاي شفتي فرحات حارس؟ قالت لها انا اعرف بقى، وبيضحكوا. وجولسيما بتشوف صوابعها وهي وارمه، وجيلار بتكون عاوزه تقلعها الخاتم لكن ما بيعرفوش، وبتاخدها على المطبخ عشان تعمل لها كمادات وتفك لها الخاتم، بس جيلان بتكون خايفه لحسن الخاتم يتكسر وبتكون عاوزه تروح. وفرحات بيعدي من عند المطبخ وبيقول ايه اللي بيحصل هنا؟ وجيلار بتقول له تعالى شوف الخاتم، مش عاوز يخرج من ايديها. وفرحات بيروح لجيلان وبيقول لها هاتي ايدك وسكي فيا انا مش هوجعك، وبيفتح لها الخاتم بالبنسه دي وبيخرجه من ايديها وهي بتشكره، وهو بيقول لها اعملي كماد تلج بقى، وبيسيبها ويمشي. وهنا نجمي بيكون عند فخريه وبيكون جايب لها خاتم وهي بترميه في وشه، وبتقول له انت ما عرفتش تجيب الفلوس فجاي تضحك عليا بده. وجيفيل بيجي وبيسلم على باباه، وفخريه بتقول لنجمي امشي وما تجيش الا بالفلوس، وفعلا بيمشي. وجيفيل بيقول لمامته انت هترجعي لبابا بجد؟ وقالت له لا طبعا مستحيل. وهنا جيلان بتروح الجامعه وبتلاقي نفسها نجحت وبتفرح جدا، وبتيجي الاستاذه بتاعتها اللي بتفضل تشجعها، وجيلان بتشكرها. وهنا فخريه وابنها بيكونوا ماشيين في الحي، وجيفيل بيشوف يوسف وبيقول لمامته مش ده ابن بابا؟ ودي اديبه واحده من الحي، وبتشوف فخريه وبتسلم عليها وبتقول لها انا ما عرفتكيش. وجيفيل بيشوف يوسف وهو واقف على عربيه التبرعات وبيكون عاوز يتبرع بالدم علشان ياخد شوكولاته، فجيفيل بيقلق عليه وبيروح ياخده عشان يوديه لجده. وهنا جيفيل بيكون قاعد مع جده، وجده بيعمل له شاي وبيقول له مامتك دي دماغها سم. وجيفيل بيقول له انت ظالمها، هي كافحت لوحدها كل السنين دي علشاني انا. وبيقول له على موضوع الدكان، والجد بيقول له ان نجمي عاوز الفلوس عشان خاطر كده. وجيفيل بيقوم يمشي. وهنا جيلان بتشوف اختها نور وهي مزوغه من درسها وبتديها محاضره في انها تهتم بدروسها، ونور بتقول لها لو النبي خليكي في همك انت، وبتسيبها وتمشي. وهنا نجمي بيروح البيت وبابا بيقول له فخريه جت الحي. قال له طب ما تيجي وانا مالي؟ فبابا قال له انه عارف انه عاوز ياخد الكارد علشان خاطرها هي، وبيقول له يا ابني عيب اللي بتعمله ده، خليك راجل بقى. والنجم
نجم بيقول له طب والنبي بلاش تتكلم وتعمل لي فيها اب، وبيقول له صحيح ما تيجي تعمل انت الكرب. ولما الاب بيرفض نجم بيضربه وبيتعصب عليه، وبيجي يوسف يحوش جده، لكن نجم بيشيله وبيرميه على الكنبه وبيتعصب اكتر وبيتجنن وبياخد بعضه وبيمشي. وبتكون جيلان داخله وبتخاف جدا على ابنها وبتروح تشوفه وبتقول له انا هنقذك من هنا ونهرب بقى. وهنا بكري ومعتبر بيتعشوا، وبكري بيسأل على أزغور وما بيكونش عاجبه، ومعتبر بتقول له عامل زي باباه. وبكري بيقول لها طب ايه رأيك نعمل عزومه ونعزم جنكيز خان؟ ومراته قالت له ماشي عينيا. وبيجي أغوز واخته دي فريم بتكلمه فيديو وبيسلم عليها وبيدي التليفون لمامته وبتقول لها انها وحشتها جدا، وبيفضلوا يتكلموا. وبعد ما بتخلص المكالمه أغوز بيقعد يتعشى معاهم، وفرحات بيكون في بيته وبيفتكر جيلان وبيكون مبسوط جدا، وجيلان بتكون مع ابنها وبيتكلموا شويه قبل ما ينام. ويوسف بيقول لها انه بيحبها قوي. وهنا نجمي بيكون سكران جدا وبيروح عند بيت فخريه وبيقول لها انه بيوعدها انه هيجيب لها الفلوس. وجيلان بتكون واقفه في الشباك وبتكون سرحانه، ولما بتشوفه وهو جاي البيت بتخاف منه جدا وبتقول يا رب ساعدني يا رب. وهنا نجمي بيروح عند طاهر وصاحبه وبيقول لهم انه عاوز منهم دين، وهما بيقولوا له هنديلك بس بشرط، عاوزين كلية ابنك الصغير. وبيقولوا له ما يخافش لان الموضوع مش خطير، وبيطلعوا له الفلوس وبيغروا بيها وهو بيكون مصدوم ان شاء الله مش هيوافق. وهنا جيلان بتكون عند جولسيما وبعد ما بتطمن عليها وبتديها علاجها بتقول لديلر انها هتخرج، وديلر بتقول لها انها صعبانه عليها قوي وانها عاوزه تساعدها، وبتقول لها انا كويسه وما تقلقيش عليا وانا هساعد نفسي. وبيجي لديلر اتصال وبتقول انها لازم تروح النادي وبتمشي. ومعتبر بيكون بتجهز البيت علشان عزومه جنكيز ومراته، بس بيكون عندها مشكله وهي ان رئيسه الخدم شلاله تعبانه جدا وبتكون مضطره انها تشوف حد تاني. وهنا ديلر بتكون مع بكري في العربيه وبتقول انها تعبت من كتر ما هم بعاد عن بعض، وهو بيقول لها ان كل اللي بيقدر عليه بيعمله علشان يكونوا سوا. وبيرن تليفونه وبتكون معتبر وبتقول ان شلاله تعبانه جدا وهي عاوزه حد موثوق فيه بدلها، وهو بيقول لها حاضر هحلها. وبيقفل معاها وبيوصل ديلر عند النادي، والديلر بتنزل وهو بيرن على فرحات وبيطلب منه يشوف له شغاله. والديلر بتدخل النادي وبتسمع فرحات وهو بيقول لبكري حاضر هشوف حد. والديلر بتقنع جيلان وهو بيقول لها يا ستي ما ينفعش حد من طرفك ابدا علشان ما يحصلش مشكله. وهي بتقول له ما هي جيلان دي موثوق فيها جدا، وبتفضل تقنعه وتقول له مميزاتها. واخيرا هو بيوافق وبتدخل ديلر الاوضه وبترن على جيلان وبتعرفها وبتقول لها انهم هيضربوا عصفورين بحجر، انت هتشتغلي شغل زياده وهتكسبي طبعا فلوس، وفي نفس الوقت هتعرفي لي علاقه بكري ومراته ماشيه ازاي. وجيلان بتضطر انها توافق عشان هي بتحب الديلر وما بتحبش ترفض لها اي طلب. وبتروح جيلان على البيت هي ويوسف ما بيكونش عاجبه الشوز بتاعته وبيكون عاوز يغيرها، ومامته بتقول له عينيا حاضر بس بعدين صدقني مش هينفع دلوقتي. وبيدخلوا البيت وبيلاقوا الجد في وشهم وبيسالوه ايه الريحه دي، وبيقول لهم نجمي جاب لحمه. ويوسف بيجري على المطبخ وبيشوف اللحمه وشوكولاته كمان، فبيتصدم وبيقول لبابا ايه ده انت اشتريتها علشاني؟ وبيقول له طبعا علشانك، وبياخده في حضنه. وهنا جيلان بتدخل وبتكون مستغربه جدا وبتسال نجمي انت سرقت فلوس مين؟ وبيقول لها ده انت صعبه جدا، وبيتعصب عليها وبيمشي. وهي بتعرفه انها رايحه شغل اضافي بالليل، هو بيقول لها يا شيخ اعملي اللي تعمليه وبيسيبها ويمشي. وبيرن على فخريه وبيقول لها حبيبه قلبي هنتجمع قريب قوي، وبتقول له تعالى دلوقتي. والمفاجاه بقى ان طاهر بيكون عندها، وبتكون دي كلها خطه من فخريه عشان تنتقم من نجمي عشان طلقها من 7 سنين بعد ما اغتصب بنت صغيره وخالها اجبره يتجوزها. وهنا يوسف هو اللي بيحكي لمامته حدوته، وجيلان بتحضنه وبتعيط. وتاني يوم نجمي بياخد الفلوس وبيروح هو وفخريه يشتروا الدكان، وبيكون فاضل نص الفلوس وهو بيقول للراجل هجيبهم لك. وبتمشي فخريه هي ونجمي وبتكون فرحانه جدا وبتساله انت جبت الفلوس دي منين، على اساس انها مش عارفه يعني، وطبعا هو ما بيعرفهاش حاجه. وهنا فرحات بيروح بعربيته عند بيت جيلان واطفال الحي بيجروا على العربيه وبيكونوا فرحانين بيها قوي. ويوسف بيطلع جري وبيطلب من فرحات انه يركبوا العربيه، وبيعرفوا ان ابن جيلان، وفرحات بيستغرب بس بيركبوا العربيه وبيعمل له كل اللي هو عاوزه وبتشوفه شكران. وجيلان بتطلع وبتنزل ابنها وبتعتذر لفرحات، وبيجي نجمي وفرحات بيعرفوا انه مديرها في الشغل، ونجمي بيقول له انا ما عنديش مشكله شغلوها الشغل اللي انتوا عاوزينه المهم تجيب لي فلوس. وشكران بتقول انا بنتي شاطره في اي شغل هتشتغل. وبتمشي جيلان مع فرحات، ويوسف بيكون عاوز يروح معاها بس هي بترفض. وطاهر بيكون بيراقب يوسف عشان يخطفه، وجيلان بتكون مع فرحات في العربيه وبيعرفها انه مش عاوزها تعمل اي حاجه غير شغلها وبس، وما تنقلش اي حاجه بره البيت. وبيفضل يقول لها على شويه تعليمات كده وهي بتقول له تمام. وبيوصلوا على القصر وبيعرفها على زميلتها
وبتدخل جيلان وبتتعرف على معتبر، ومعتبر بتقول لها يلا بقى ادخلي غيري لبسك وابدأي شغل عشان مفيش عندنا وقت خالص. وفرحات بيروح لبكري المكتب وبيقول له محتاج اي حاجه مني، وبيقول له رصاصه، وفرحات بيطلع له سلاحه وبيديله منه رصاصه، وبكري بيشكره وبيقول له انه مدين له بروحه، وبيقوم عشان ينزلوا. وعند يوسف بيكون قاعد مع جده وبيذاكر، ونجمي بيستعد عشان يخلي طاهر ياخد ابنه، وبيقول ليوسف يطلع يلعب بره شويه، والجد بيقول له لما يخلص مذاكرته الاول. وهنا بكري بيشرف على الخدم وبياخد باله من جيلان وبيتضايق جدا، وبيطلع هو ومعتبر وفرحات يستقبلوا جانكيز ومراته وبيدخلوا القصر. وهنا يوسف بيقول لجده انه زهق من المذاكره، ونجمي بيجيب الشاي وبيقول له احنا نشرب الشاي بقى، وبيدي يوسف فلوس عشان يروح يجيب بسكوت. ويوسف بيفرح قوي وبيطلع جري، ونجمي بيحس بالذنب فبيطلع يلبسه الجاكيت علشان ما يبردش وبيحضنه، لكن للاسف بيسيبه يخرج. يا شيخ منك لله. وجيلان بتجيب الشاي وبتطلعه لبكري وجانكيز، وفرحات بيكون واقف على الباب، وجيلان بتخرج وبكري بيوري لجانكيز الصور اللي ماسكها عليه وهو بيخون مراته. وعند معتبر بتكون عرفت ايسال ان جانكيز بيخونها بس بطريقه غير مباشره، فايسال بتجيلها نوبه عصبيه، ومعتبر بتقول لهم اطلبوا الاسعاف بسرعه، وجيلان بتقول انا مسعفه وبتروح تلحقها وبتجيب لها علاجها من شنطتها وبتديه لها وبتفوقها. وجانكيز بينزل هو متعصب جدا وبياخد ايسال وبيمشي، بس بيهددهم قبل ما يمشي، وفرحات بيتعصب بس بكري بيهديه. وهنا يوسف بيجيب البسكوت من السوبر ماركت وبيقابله طاهر وبيقول له انه جده تعب قوي وهو صاحب باباه، وانه هياخده المستشفى عند جده وباباه. ويوسف بيقول له ماما قالت لي ما اروحش في اي حته مع الناس الغريبه، وبيطلع يجري منه. وطاهر ما بيعرفش يجري وراه عشان خاطر بيكون في واحد معدي في الشارع عشان بيخاف لا يتكشف قدامه. بس يوسف يا حبيبي بيقابل عصابه وبيحاول يهرب منهم لكن ما بيعرفش وبيخطفوه. وعند جيلان بيكون قلبها اتقبض وصينيه الكوبايات بتقع منها، وبتقول انا لازم امشي دلوقتي حالا، وبتسيبهم وتمشي. وهنا الجد بيكون قلقان على حفيده لانه اتاخر قوي، ونجمي بيقول له زمانه بيلعب في الشارع مع العيال، بس الجد بيصمم ان هو يطلع يدور عليه وبيطلع وبيسال الناس في الشارع لكن ما بيلاقيهوش. وجيلان بتفضل ترن على الجد وعلى نجمي لكن ما حدش بيرد عليها وبتقلق اكتر، وفرحات بيشوفها وبيسالها في ايه، وهي بتقول له ان ما حدش في البيت بيرد عليها وانها قلقانه جدا وعاوزه تروح، لكن هو بيقول لها تهدى وهو هيوصلها وبيمشوا. وبتفضل جيلان ترن على نجمي واخيرا بيفتح، وجيلان بتسمع الجد وهو بيقول انه مش لاقي الولد وبتقلق اكتر وبتقول انها جايه دلوقتي حالا. والجد بيكون جمع الناس كلها في الشارع وعرفهم انه مش لاقي يوسف وبيكون هيتجنن وبيتعب جدا وبيقعد على الارض. وبتوصل جيلان وبتشوفه وبتساله على ابنها وبتكون خايفه جدا، والجد بيقول لها ان ابنها مش موجود وانه مش لاقيه. وجيلان بتمسك في نجمي وبتتخانق معاه وبتقول له ابني فين، وهو بيزقها وبيقول لها طب وانا اعرف منين. وبتيجي النور تجري وبتسال فيه ايه، وجيلان بتقول لها يوسف ضاع وبتقول لها تدور عليه في الجنينه. وبتيجي مامتها واخوها وجيلان بتفضل تعيط وبتكون هتموت من الرعب على ابنها. وفرحات بيرن على سيفو وبيقول له يجي هو وأورهان على الموقع اللي هيبعته لهم، وفخريه وجيفيل بييجوا، وجيفيل بيقلق على اخوه وبيروح يدور عليه، وفخريه بترن على نجمي وبتكلمه من غير ما حد يحس، وفرحات بياخد باله منهم ونجمي بيمشي وفرحات بيمشي وراه، والكل بيكون بيدور على يوسف. خاله وخالته واخوه ويوسف بيكون اتخدر وهيعملوا له العمليه وياخدوا منه كليته، ونجمي بيروح ياخد بقيه فلوسه، وفرحات بيشوفه وبيفهم ان ده تمن خطف يوسف وبيمشي نجمي. وفرحات بيروح للعصابه دي وبيرفع عليهم السلاح وبيقول لهم انه جاي معاهم. وهنا جيلان بتقدم افادتها في مركز الشرطه وبتترجاهم انهم يلاقوا لها ابنها. وهنا فرحات بيوصل مع العصابه للمكان وبيرن على أورهان وبيبعت له الموقع وبيدخل مع العصابه للمكان، وبتطلع جيلان من مركز الشرطه ولما بتشوف نجمي بتهجم عليه تقول له لو ابني حصل له اي حاجه انا هقتلك. وبنرجع لفرحات اللي بيدخل ليوسف وبيشوف حالته وبيرن على أورهان وبيقول له يجيب الاسعاف معاه. وهنا جيلان بيجي لها اتصال وبتعرف اللي حصل لابنها فبتصرخ وبتنهار. وبس كده لحد هنا وبيخلص الجزء ده من مسلسلنا. ولو عاوزين تعرفوا اللي هيحصل استنوني في ملخص الجزء الجديد وانا مش هتاخر عليكم، ويا ريت كل اخواتي يواظبوا على الصلاه في موعدها. ولو عجبكم الفيديو يا ريت ما تبخلوش علينا باللايك، ولو اول مره تتفرجوا علينا يا ريت تعملوا اشتراك وتفعلوا الجرس عشان يوصلكم مننا كل جديد بنقدمه، وان شاء الله اللي جاي هيعجبكم اكتر واكتر.